السريكانية أمكنة لا تعد مجرد أسماء مكانية في ذاكرة الزمان، بل هي ملاذ لذكريات الطفولة وأحلام الصغر، وتحمل بين شوارعها وخطتها أرواحا تائهة وأرواحا تتجدد كلما تذكرنا الأماكن التي كانت. في الزمن الذي كانت المدينة تتنفس الحياة، وفي قلبها كان هناك الخان، وهو ليس مجرد خان عبد القوي، بل هو الذاكرة الحية للمكان. سريكانية المدينة التي تجمع بين حنين الماضي وآلام الحاضر. خان عبد القوي سوق سري. خذ خانة كامل هو كم خانة باب الحارة درت كامل خانة ولو كم بكي باجارو كبير لهم كم أنا نوعا أبيك جوان خانة أنا أوشي لما يعني جيبون خاني ودكان وجراج. على الطرف الجنوبي للسوق كان باب خشبي عريض داكن من كثرة ما لمسته الأيدي، يقف متأملا في الزمان. الباب الذي يفصل بين الماضي والحاضر كان يمتد من زاوية الجامع الكبير شرقا حتى الخان الذي حمل اسم صاحبه عبد القوي الشهابي. فليك التركمان والتخمين كمش من بجوان بابه. هذا الخان لم يكن مجرد مكانا مخصصا للتخزين او التجارة، بل كان حكاية تتراءى عبر الزمن. كان الخان مساحة واسعة تقارب 1000 متر مربع، وكان يضم غرفا ذات سقوف من عواميد الحور التي كانت كما الأشجار تحمي المكان من حرارة الشمس وضوضاء الحياة. كان يشعرك وأنت داخله وكأنك في قلب العالم القديم، حيث تختلط الروائح وتتناثر معها قصص الأزمنة البعيدة. كان الخان عبارة عن مستودع ضخم يحوي جلود الأغنام والبقر، الحبوب، التبن، المعادن، الزجاج، بقايا الخبز اليابس الذي كان يعج في أركان الغرف. تنبعث منه روائح تذكرك دائما بعبق الحياة القديمة، حيث كانت عمليات البيع والشراء قائمة في هذا المكان طوال اليوم. مع شروق الشمس يبدأ العمل. الجزارون يأتون مع سكاكينهم يطرحون الجلود على أرض الخان ليتم سلق شحنها إلى مدينة حلب. ومع غروب الشمس كانت الروائح النتنة تنبعث من داخل الغرف، بينما يأتي أحمد شرى أبيك درويشه أليس لك أن يشبه الرجل الذي كانت أقدامه تتسلل بلا صوت. لم يكن أخرسا، بل كان يعاني من عطل ومن مرض غريب جعله لا يتكلم. كان يعرف بين أهل المدينة باسم الدرويش أو أحمد شرى، ولكن لم يرى يوما وهو يتسول أو يطلب شيئا. كانت لديه طريقة غريبة في أخذ حاجته اليومية فقط من أي محل يصادفه دون ممانعة من أصحاب الرزق، بل كانوا يستبشرون خيرا بقدومه. تفاحة من هنا وموزة من هناك، أو قرن فليفلة حمراء حادة، ليقضي بقية النهار وهو يطلق أصواتا تدل على لذعة حادة على لسانه. كان بسيطا جدا ويمتلك أسلوبا منفردا في تعامله مع الحياة. كان مسالما يحمل في قلبه سلاما غريبا وروحا هائمة في المدينة. كانت حياته بسيطة، لكنه في ذات الوقت كان يعيش في هذا العالم القديم وكأنه ظل لا يموت. ورغم أن الخان تهدم وتلاشى ولم يعد يعرفه الجيل الجديد، إلا أن ذكراه بقيت عميقة في قلوبنا كأحد أطياف الماضي التي تتراءى لنا بين الفنية والأخرى. عين العظام أو نبع حمزة أو مسلخة كذا. من جهة أخرى، حيث كانت المدينة تستيقظ على أصوات الناس وهم يتجهون إلى النبع النقي، كانت عين العظام أو نبع حمزة مكانا يحمل في ينابيعه حياة وأحزان. كانت المياه تنساب بكل نقاء، ومعها كانت تلتقي الأرض والدماء لتسرد قصة قديمة عن الحياة والموت. كان المسلخ يقع بالقرب من هذا النبع، حيث تتفق مياه النبع مع الدماء التي تنساب من الذبائح
كانت الأسماك الصغيرة تلتهم هذا السيل من الدماء وكأنها تعرف طعم الحياة بعد الموت، بينما كانت العظام تتناثر في قعر النبع لتظل شاهدة على الماضي كما هي ذكريات في حياتنا. كانت تلك الينابيع أضيافا من ذكريات الطفولة، حيث كنا نلعب على ضفافها، نركض بين الأشجار، نغني للحياة والماء. لكن تلك الينابيع التي كانت مليئة بالبراءة والفرح قد جفت مع مرور الزمن وأصبحت أرض جرداء، كما جفت الذاكرة من ألسنة الصغار لتسود الصخور الجافة والشجيرات الباهتة. لم يعد هناك إلا الصمت الذي يملأ المكان في حين تتناثر عظام الذكريات في قاع النبع. كان الربيع بكامل عطره يجلب لنا أفراحا، لكن الآن لم يعد له أثر، كما لم يعد هناك وجود لعين العظام، فقد تحولت هذه الأماكن إلى مجرد خرائب بقايا كانت يوما جزءا من معركة الحياة ضد النسيان. سكة حديق قطار الشرق جسر الحلاف الحديد. قوة الحلاف هو شوكاني عاصمة بايتختا بريطانيا. جنوب المدينة عند سكة الحديد حيث كان خط قطار الشرق السريع يمر، كان هناك المكان الذي كانت الأرواح تتلاقى فيه على مر السنين. كان الفاصل بين الخرابات والضياع، بين الأرض التي احتفظت بذكريات الزمن القديم والحدود التي قسمتها السكك الحديدية. كان الملعب يقع بين تلك الخرائط، بيوت قديمة متداعية تحمل ذكرى زلزال قديم وذكرى محتل متوحش بحجم هولاكو مر بالمكان وأباد المدينة فقط لأن أهلها وقفوا ضده وضد جيشه رغم قوته وبأسه. وربما محتل آخر جاء لكنهم كما جاءوا سيعودون. كان هذا الملعب المكان الذي نركض فيه، حيث كانت الأرض تمتلئ بالقصص بيننا وبين أصدقائنا. كانت سكة الحديد التي تمر عبر الحلب من عتبة سرير عاصمة المملكة البريطانية واشنطن رمزا للحدود بين المدن، وكانت فاصلا بين الحلم والواقع. وفي ذاك الوقت كنا نركض في كل اتجاه، وكانت الكرة تقفز من بلد إلى آخر. وكأنها تجاوزت حدود السياسة والمكان، وكأنها تذكرنا بأننا جميعا كنا في هذا المكان في تلك اللحظة، حيث كانت سكة الحديد تشق الأرض وتفرق بين المدن والشعوب. كل شيء تغير، حتى حدود المكان التي كانت تسمح لنا بالتفاعل مع أهل الجوار قد اختفت، لكن ذكرياتنا تبقى هناك، حيث كان التقاطع بين قلبين وبين روحين على طرفي الحدود. سريكاني رأس العين رشوعين، تلك المدينة التي لا تنسى، في جوفها العميق يكمن ماض كان ينبض بالحياة، حيث كانت الأشجار والجدران والحجارة تروي الحكايات. ربما رحل الزمان، ربما تغيرت الأماكن، لكن ذاكرة المكان لا تموت أبدا، بل تتجدد وتخلد فينا. هناك حيث كانت الحياة تدور في أزقتها القديمة، كانت الشوارع تعج بالحكايات والأشخاص الذين مروا ثم اختفوا، لكنهم كانوا هناك دائما، كما لو أن أرواحهم ما زالت تسكن هذه الأرض، المدينة التي غادرها أهلها، لكننا نحمل في داخلنا في جداول الدم والذكريات روائح الأماكن، ضحكات أطفالها وتفاصيل الحياة اليومية. سريكاني تلك المدينة التي لا تنسى تبقى جزءا منا، سواء كان الواقع قد تغير أم لا.